حبايبي طلبة بريب 1، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا هناخد دلوقتي مع بعض lesson 4 بعنوان chemical bonds. تعالوا كده نفتكر مع بعض الأول ازاي كنا بنفرق بين الميتالز والنون ميتالز. قلنا ان انا عندي الميتال اللاست انرجي ليفل بتاعه بيكون يا اما فيه 1 الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز، لكن عندي النون ميتال الاوتر موست انرجي ليفل او the last energy level contains 5 electrons او 6 electrons او 7 electrons. زي مثلا عندي مين؟ مثلا عندي هنا مثلا الليثيوم I 3 الاتوميك نمبر 3. هبدأ ان انا اعمل الكترون configuration 2 1. هبص الاقي عندي 1 الكترون، على طول هعرف ان هو من الميتالز. طيب كمان عندي مثلا المغنيسيوم Mg12 او الكترون configuration 2 8 2. عندي اللاست انرجي ليفل بيكون فيه 2 الكترونز، على طول من الميتالز. كمان مثلا اكزامبل تاني عندي الالومنيوم Al13 عندي 2 8 3. يبقى عندي هنا 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، على طول هيكون من الميتال. طيب بالنسبه للنون ميتالز قلنا عندي اما 5 يا 6 يا 7 الكترونز. تعالوا برضو ناخد عندنا اكزامبل زي مثلا عندنا النيتروجين N7 اهو N7 2 5. عندي 5 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى على طول من النون ميتالز. كمان اكزامبل عندي الاكسجين اهو 2 6. عندي الاتوميك نمبر 8 يبقى 2 6. عندي 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى نون ميتال. كمان مثلا الفلورين F9 عندي 2 7. في 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، على طول هيكون من النون ميتالز. يبقى بقدر ان انا افرق بين الميتالز والنون ميتالز عن طريق مين؟ عن طريق اللاست انرجي ليفل. طب تعالوا كده نفتكر مع بعض النوبل جازس. النوبل جازس كان الاوتر موست انرجي ليفل completed by electrons. يعني مثلا عندي الهيليوم 2 لما كنا بنيجي نعمل الكترون كونفيجريشن عندي هنا 2 الكترونز في الكي ليفل، واحنا عرفنا ان الكي ليفل saturated by 2 الكترونز، يبقى كده عنده الاوتر موست انرجي ليفل completed by electrons، يبقى من النوبل جازز. مثلا عندي النيون 2 8. فعندي هنا اللاست انرجي ليفل completed by electrons، يبقى عندي هنا النوبل جازز بيكونوا stable، يعني مش بيدخلوا الكيميكال رياكشن. ما بلاقيش عمري كده كيميكال ايكويشن مثلا ابص الاقي فيها ايه؟ فيها نوبل جاز. ما ينفعش خالص النوبل جازز تدخل الكيميكال رياكشن under normal conditions. ليه؟ لان هي بتكون stable، بتكون inactive stable. خلاص هو كده كده انا خلاص انا مش عايزه حاجه من الدنيا، انا عندي اللاست انرجي ليفل completed by electrons، هدخل للكيميكال رياكشن. امال عندي الميتالز والنون ميتالز بيدخلوا الكيميكال رياكشن ليه؟ بيدخلوا الكيميكال رياكشن علشان يبقوا شبه النوبل جازز. يعني ايه؟ يعني علشان ما يكونش فيه هنا الاوتر موست انرجي ليفل بتاعهم ما يكونش ناقص الكترونز، يكون completed by electrons. طيب هنبص نلاقي الميتالز هنا عايزه تدخل الكيميكال رياكشن. علشان تدخل الكيميكال رياكشن قلنا ليه؟ علشان تبقى شبه النوبل جازز. هبص مثلا عندي الليثيوم هنا علشان يبقى الاوتر موست انرجي ليفل completed by electrons، يعني لازم نشيل ال1 الكترون ده علشان يفضل بس عندي هنا ال2 الكترونز، ويبقى شبه مين؟ يبقى شبه الهيليوم. هبص هنا عندي بالنسبه للمغنيسيوم، ابص الاقيه هنا برضو هيلوز ال2 الكترونز دول علشان يبقى شبه مين؟ يبقى شبه النيون. يبقى عنده هنا 10 الكترونز ويكون عنده الاوتر موست انرجي ليفل completed by electrons. هيجي الالومنيوم برضو هيدخل الكيميكال رياكشن، هيلوز ال 3 الكترونز دول علشان يبقى شبه النوبل جاز اللي هو مين؟ النيون. يبقى انا عندي هنا بالنسبه للميتالز لوز الكترونز. ليه لوز الكترونز؟ طب ماشي، حد يجي يقول لي ايه؟ طب ما هي ممكن تاخد 7 الكترونز ودول يبقى فيهم 8. طب نيجي نفكر، هو الاسهل ان انا الوز 1 الكترون ولا اجين 7 الكترونز؟ اكيد طبعا الاسهل ان انا الوز 1 الكترون. اهو هنا
الاسهل اني الوز التو الكترونز عشان يبقى هنا عندي الالكترونيك كونفيجريشن 28 واللاست انرجي ليفل يبقى completed by electrons، ولا الاسهل ان انا اجين 6 الكترونز ويبقى هنا دول ايه؟ طبعا الاسهل ان انا الوز بس 2 الكترونز. يبقى عشان كده الميتالز لوز الكترونز. ما تنسوش دايما افتكروا انا عندي اللاست انرجي ليفل فيه الكترونز قليلين، يا 1 يا 2 يا 3 الكترونز، يبقى الاسهل ان انا هلوز الكترونز. دي بالنسبه للميتالز. طيب بالنسبه للنون ميتالز، النون ميتالز ليه بتدخل الكيميكال رياكشن؟ برضو بتدخل الكيميكال رياكشن علشان تبقى شبه مين؟ تبقى شبه النوبل جازز، كلهم متغاظين من النوبل جازز. قاعده ستيبل قاعده خلاص كده، انا لا هدخل كيميكال رياكشن ولا حاجه. انا هدخل كيميكال رياكشن ليه؟ انا عندي الاوتر موست انرجي ليفل بتاعي completed by electrons، فمش هدخل الكيميكال رياكشن. في النون ميتال قلت الله انا عايزه ابقى شبه انا كمان النوبل جازز، فعلشان كده لازم يكون عندي الاوتر موست انرجي ليفل يبقى completed by electrons. هيبقى completed ازاي؟ هضطر ان انا ادخل الكيميكال رياكشن. فلما هتدخل بقى الكيميكال رياكشنز بالنسبه للنون ميتالز جين الكترونز، بيحصل جيننج الالكترونز. هنا كانوا 5 هتجين 3 الكترونز عشان يبقوا 8. طب هنا بالنسبه للاكسجين كانوا 6 هتجين 2 الكترونز برضو عشان يبقوا 8 وتبقى شبه النوبل جازز. هنا بالنسبه للفلورين برضو هيحصل جيننج الالكترونز. تعالوا كده ناخد واحد واحد كده وناخد اكزامبلز بالراحه عشان نفهم ازاي بيحصل جيننج او لوزنج للالكترونز. تعالوا كده أول حاجة نشوف the behavior of metals in the modern periodic table. هاخد مثلا عندي example الصوديوم عندي الatomic number 11. هنعمل electron configuration كده 2 8 1. على طول عرفنا ان هو من الايه؟ على طول من الميتالز. طالما عندي يا اما 1 الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل على طول يبقى دوت من الميتالز. طيب احنا قلنا ان انا عندي الميتالز لوز الكترونز during الكيميكال رياكشن علشان تبقى شبه ايه؟ علشان تبقى شبه النوبل جازز. طيب قبل ما هتدخل الكيميكال رياكشن كان عندي هنا الصوديوم اتوم كان فيها كام بروتون؟ كان فيها 11 بروتونز. يبقى عندي هنا 11 بوزيتيف تشارج 11 بروتونز. طب هنا بالنسبه للصوديوم اتوم برضو قبل ما تدخل الكيميكال رياكشن كان فيها كام الكترون؟ برضو كان فيها 11 الكترونز. يبقى عندي هنا 11 نيجاتيف تشارجز. طيب دخلت الكيميكال رياكشن قلنا ان هي هتلوز الكترون علشان تبقى شبه النوبل جازز. تعالوا كده نشوف كده لما حصل لوزنج ل1 الكترون هيكون شكلها عامل ازاي. اهو بقى 2 8. بقت شبه مين؟ بقت شبه النيون. اهو انا عندي هنا شايفين كده هنا في البريودك تيبل عندي النيون Ne 10. دول كل طبعا دول اخدنا ان دول مين؟ دول النوبل جازز اللي هو اللاست انرجي ليفل فيهم بيكون completed by electrons. فهبص الاقي ان انا عندي اهو بالنسبه للنيون 2 8. يبقى هي بقت شبه مين؟ بقت شبه النيون. نرجع تاني للصوديوم. طيب لما حصل هنا لوزنج ل1 الكترون، مش انا الاول كان عندي 11 بروتونز؟ طبعا البروتونز هيفضلوا زي ما هم 11. هنا كده البروتونز مقفول عليهم في النيوكليوس هيفضلوا زي ما هم، الرقم بتاعهم او النمبر بتاعهم مش هيتغير. لكن بالنسبه للالكترونز كان عندي هنا 11 الكترونز وحصل لوزنج ل1 الكترون، فهيبقى عندي النمبر اوف الكترونز هيكونوا كام؟ هيكونوا 10 الكترونز. يبقى مين هنا عندي الاكتر؟ البوزيتيف تشارجز ولا النيجاتيف تشارجز؟ اكيد عندي هنا البوزيتيف تشارج بقى اكتر من نيجاتيف تشارج لان حصل لوزنج لالكترون، يعني النمبر اوف نيجاتيف تشارجز قلت عن البوزيتيف تشارج بقد ايه؟ ب1. هيكون حاجه عندي اسمها ايون، بوزيتيف ايون. البوزيتيف ايون اللي اتكون ده برضو ليه اسم تاني اللي هو كاتاين. يبقى عندي هنا البوزيتيف ايون او الكاتاين اتكون من الايه؟ اتكون من الميتالز. نتيجة ايه؟ نتيجة
losing electrons. حصل losing electrons ليه؟ علشان تبقى شبه النوبل جاز اللي موجود قبلها في المودرن بريودك تيبل. يعني ايه الكلام ده؟ ليه قلتي قبلها في المودرن بريودك تيبل؟ اهو انا عندي الصوديوم فين؟ اهو الصوديوم اهو. طبعا انتوا عارفين مودرن بريودك تيبل اهو، احنا ماشيين الاليمنتس 1 2 3 4 5 6 لحد ما وصلنا لل10، وبعد كده ندخل على البيريود نمبر 3. يبقى عندي هنا الصوديوم اللي لسه احنا حالا كنا بنشوف ان هو ازاي كون الايون، بقى شبه مين؟ بقى شبه النيون اللي هو قبله في المودرن periodic table. يبقى لما هنيجي كده نقول او نتكلم على ال behavior of metals in the modern periodic table، هنقول ان the metal atoms tend to lose their valence electrons to reach the stable electron configuration of the noble gas with the closest atomic number that precedes them in the periodic table. يعني ايه الكلام ده؟ اهو بيقول لي هنا ان الميتال اتومز tend to lose. قلنا ليه بيحصل losing الالكترونز بالنسبه للميتال اتومز؟ لان بيكون فيه 1 الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز، في الاسهل ان يحصل losing الالكترونز. يبقى الميتال اتومز tend to lose their valence electrons. الالكترونز الموجوده في الاوتر موست انرجي ليفل بنسميها الفالنس الكترونز. ليه بيحصل losing electrons؟ to reach the stable electron configuration of the noble gas، علشان تبقى شبه أقرب noble gas preceding أو that precede them in the periodic table، اللي بيكون قبلها في المودرن periodic table زي ما احنا قلنا من شوية. طيب بالنسبة بقى للنون ميتالز، تعالوا كده نشوف حكاية النون ميتالز. مثلا عندي الفلورين F9. أول حاجة بعمل electronic configuration، ببص على اللاست انرجي ليفل بلاقي ان انا عندي 7 valence electrons، على طول بعرف ان هو نون ميتال. واحنا قلنا ان انا عندي النون ميتال gain electrons during الكيميكال reaction. طيب انا عندي هنا بالنسبة للفلورين محتاج كام الكترون؟ محتاج بس 1 الكترون علشان ان هو يكون شبه النوبل جازس، فهنا عندي هيكون ده منظره 2 8. طيب اوكي، طب انا عندي هنا بالنسبة للفلورين تعالوا نشوف كده الاول كان فيه كام بروتون. طبعا كان فيه 9 بروتونز. طيب كان فيه كام الكترون في الفلورين اتوم؟ برضو كان فيه 9 الكترونز. يبقى عندي هنا البوزيتيف تشارجز 9 والنيجاتيف تشارجز برضو 9. لما حصل هنا gaining ل 1 الكترون بقى عندي number of negative charges كام او number of electrons كام؟ هيكونوا 10 electrons. يبقى عندي هنا النيجاتيف charges 10. طب بالنسبة للبروتونز، طبعا قلنا البروتونز قاعدين جوه النيوكليوس مالهمش دعوة خالص بالكيميكال رياكشن، في النمبر اوف بروتونز هيفضل زي ما هو برضو 9 ديت كده البوزيتيف تشارجز. يبقى عندي هنا النيجاتيف تشارجز اكتر من البوزيتيف تشارجز بقد ايه؟ ب1. فعلى طول هيتكون هنا عندي نيجاتيف اين او بسميه اناين. يبقى عندي النيجاتيف اين او الاناين، نيجاتيف اين او الاناين اتكون نتيجه ايه؟ اتكون النتيجه ان انا عندي نون ميتال جين الكترونز، علشان يبقى الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه يبقى شبه اقرب نوبل جاز. بس هنا النوبل جاز هيكون بعده بقى after it in the modern periodic table. تعالوا كده نشوف كده، تعالوا نشوف مع بعض. نشيل بس الكركبه اللي عندنا اهو. احنا عندنا هنا فين الفلورين اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه؟ اهو الفلورين اهو زي ما قلنا 2 7. هنا لما حصل gaining ال 1 الكترون بقى 2 8. بقى شبه مين؟ بقى شبه عندي هنا النيون اللي بيكون بعده بقى، اللي بيكون بعده مش قبله زي ما قلنا في الميتالز، لا بيكون بعده في المودرن periodic table. يبقى the behavior of non-metal in the modern periodic table، هقول ان the non-metal atoms tend to gain electrons during الchemical reaction. قلت النون ميتالز بيكون يا اما في 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، علشان كده الاسهل لها ان هي تجين الكترونز عشان تبقى شبه مين؟ تبقى شبه النوبل جازز، تبقى شبه الالكترونيك كونفيجريشن of the noble gases follows them in the periodic table، اللي بيكونوا بعدهم في المودرن periodic table زي ما قلنا ايه؟ زي ما قلنا لسه دلوقتي حالا مع بعض.
طيب بصوا، واحنا من شويه لما قلنا ان انا عندي بالنسبه للصوديوم اتوم لما دخلت في الكيميكال رياكشن قلنا هيحصل ايه؟ هي من الميتالز يعني على طول هيحصل لوزنج لالكترونز. هنا هتلوز 1 الكترون. قلنا ان انا عندي كان في كام بروتون؟ قلنا كان النمبر اوف بروتونز كانوا 11 بروتونز، يبقى عندي هنا 11 positive charges. طب بالنسبه للنمبر اوف الكترونز قلنا برضو ان انا كان عندي 11 الكترونز يعني 11 نيجاتيف تشارجز. علشان كده لما حصل لوزنج ل1 الكترون قلنا البروتونز كانت زي ما هي، لكن الالكترونز نقصوا واحد، حصل لوزنج في نقصوا واحد، فتكون هنا 1 بوزيتيف تشارج. ليه اتكون؟ ليه كتبت 1 بوزيتيف تشارج؟ لان انا عندي هنا، شايفين هنا البوزيتيف تشارجز بقت اكتر من النيجاتيف تشارجز بقد ايه؟ ب1، فعلشان كده كتبنا 1 بوزيتيف. يبقى هنا البوزيتيف تشارج اللي بتتكتب هي the number of lost electrons. يعني لو حصل losing ل 1 الكترون بكتب 1 بوزيتيف تشارج، حصل losing ل 2 الكترونز بكتب 2 بوزيتيف تشارجز. طب تعالوا كده نشوف مع بعض كده اكزامبل تاني علشان نفهم اكتر. انا عندي مثلا مغنيسيوم اهو. اول حاجه قلنا بنعمل ايه؟ electronic configuration. هبص على اللاست انرجي ليفل في 2 الكترونز على طول دوت ميتال. ما احنا عارفين ان الميتال during الكيميكال رياكشن lose electrons. طيب انا عندي هنا 2 الكترونز، يبقى هنا هيحصل losing ل 2 الكترونز علشان يبقى شبه مين؟ يبقى شبه النوبل جازز، فهيحصل هنا losing ل 2 الكترونز. طيب هو انا في الاول هنا كان عندي كام بروتون؟ كان عندي 12 بروتونز. هنا عندي البوزيتيف تشارجز عندي قد ايه؟ 12. طب بالنسبه للنيجاتيف تشارجز اللي هي الالكترونز كان عندي كام الكترون؟ برضو كان عندي 12 الكترونز، يبقى عندي برضو 12 نيجاتيف تشارجز. طيب لما هيحصل لوزنج بقى لل2 الكترونز تعالوا نشوف منظره هيبقى عامل ازاي. اهو انا عندي هنا بقى 2 8. طب هكتب هنا كام تشارج؟ هكتب هنا بقى بوزيتيف 2. ليه كتبت بوزيتيف 2؟ لان انا حصل عندي هنا لوزنج للتو نيجاتيف تشارجز. ما احنا عايزين برضو نفهم، هو هنا عندي البروتونز كانوا 12، طبعا زي ما قلنا هيفضلوا زي ما هم 12، مش هيتغيروا كده كده، لان انا عندي هنا بالنسبه للبروتونز بيبقى مقفول عليها في النيوكليوس، فما فيش حاجه تحصل لها during الكيميكال رياكشن. لكن عندي الالكترونز كانوا عندي هنا 12، بقوا كام؟ بقوا عندي 10 الكترونز. يبقى عندي هنا البوزيتيف تشارجز اكتر من النيجاتيف تشارجز بقد ايه؟ ب2. البوزيتيف اكتر من النيجاتيف، يبقى هنا هيكون عندي بوزيتيف. طب اكتر بقد ايه؟ اكتر ب2، يبقى بوزيتيف 2. يبقى عندي برضو هنا هفكركم ان انا قلت لكم البوزيتيف تشارجز اللي بتكون موجوده على البوزيتيف اين او الكاتاين ديت equals to ايه؟ to the number of lost electrons. هنا حصل losing ل 2 electrons، على طول هروح كاتبه هنا 2 positive charges. يبقى هاجي هنا اكتب بقى هنا بالنسبه هنا للاين اللي هو البوزيتيف اين بكتبه ازاي؟ بكتبه هنا Mg positive 2. هنا بالنسبه للصوديوم اهو Na positive. يبقى لما هاجي الاقي Na positive هعرف على طول ان هو اين، ان هو positive اين كاتاين. طالما بوزيتيف اين او كاتاين يبقى على طول ان دوت كده الاليمنت دوت كان ايه؟ كان ميتال. طيب كمان اكزامبل كمان معلش عشان برضو ايه نثبت المعلومه. عندي مثلا الالومنيوم Al13 الكترونيك كونفيجريشن. اول حاجه 283 هبص على اللاست انرجي ليفل لاقي 3 الكترونز على طول دوت من الميتالز يعني هيحصل لوزنج لالكترونز. هيحصل لوزنج لكام الكترون؟ طبعا ل 3 الكترونز علشان يبقى شبه النوبل جازز. يبقى هيحصل هنا عندي لوز 3 الكترونز. هيكون شكله عامل ازاي؟ 2 8 اهو. طيب هنا كان عندي كام بروتون؟ كان عندي الاول 13 بروتونز، 13 positive charges. وكان عندي كام الكترون؟ كان عندي برضو 13 الكترون، 13 negative charges. لما حصل losing ل 3 الكترونز بقى عندي هنا النمبر اوف positive charges زي ما هي، البروتونز هيفضلوا زي ما هم 13، لكن عندي الالكترونز هيبقوا 10 الكترونز. يعني عندي هنا البوزيتيف تشارجز اكتر من النيجاتيف تشارجز بقد ايه؟
ببوزيتيف 3 يبقى هنا على طول الكاتاين او البوزيتيف اين اللي اتكون هيكون عليه 3 بوزيتيف تشارجز، وهنا النمبر اوف بوزيتيف تشارجز ديت هي equals to the lost electrons during the chemical reaction. يبقى هقول إن when a metal atom loses their valence electrons it converts into a positive ion اللي هو الكاتاين، والكاتاين ده carrying a number of positive charges equal to the number of lost electrons زي ما قلنا. طب لما هنيجي نقول بقى ال definition of the positive ion أو الكاتاين سهل جدا، هقول عبارة عن إيه؟ عبارة عن ميتال أتوم، ما احنا عارفين إن هو اتكون من الميتال أتوم. طيب الميتال أتوم حصل لها إيه؟ that has lost one or more electrons. ما أسهل. طب تعالوا كده نشوف تاني examples على النون ميتالز عشان نثبت المعلومة بتاعتنا. احنا اخدنا اول اكزامبل معانا كان الفلورين، قلنا ان انا عندي الفلورين gain 1 electron during الكيميكال reaction وتكون عندي النيجاتيف اين او الاناين. بيكون عندي هنا النمبر of negative charges equals to the number of gained electrons. تعالوا نشوف اكزامبل كمان. عندي مثلا الاكسجين هاجي اعمل electron configuration 2 6، عندي 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، على طول هعرف ان الاكسجين دوت من النون ميتالز. اوكي طيب هنا هيحصل عندي ايه؟ طالما نون ميتال هيحصل جيننج لالكترونز. هيحصل جيننج لكام الكترون؟ هنا عندي 6 الكترونز، اكيد هيحصل عندي جيننج ل 2 الكترونز علشان يبقى عندي هنا كام؟ يبقى عندي هنا 8 الكترونز ويبقى شبه النوبل جاز، يبقى يحصل عندي جيننج ل 2 الكترونز. هيبقى شكله اهو ده كده هيكون شكله. طيب قلنا ان انا عندي هنا كام بروتون؟ كان عندي 8 بروتونز يعني 8 positive charges. طب كان عندي كام الكترون؟ كان عندي برضو 8 الكترونز يعني عندي 8 negative charges. لما حصل هنا عندي gaining ل 2 electrons هيفضل عندي البروتونز زي ما هم 8 بروتونز. طيب بالنسبة للالكترونز هيكونوا 10 الكترونز، هيزيدوا 2، يبقى عندي هنا النيجاتيف تشارجز اكتر من البوزيتيف تشارجز بقد ايه؟ ب2، يبقى على طول هنا النيجاتيف اكتر، يبقى هيتكون عندي نيجاتيف اين او اناين وعليه 2 نيجاتيف تشارجز، وقلنا ان النمبر of negative charges equals to the number of gained electrons. كمان عندي اهو النيتروجين، النيتروجين طبعا هنا عندي هنا الاكسجين هكتبه ازاي؟ الاكسجين هكتبه كده الاكسجين اين هكتب O وعليها 2 نيجاتيف تشارجز، عليها 2 نيجاتيف تشارجز. هبص له كده هعرف على طول ان الاكسجين ان هو نون ميتال، وان حصل عندي جيننج لكام الكترون؟ 2 الكترونز، لان انا قلت النمبر اوف نيجاتيف تشارجز الموجوده على الاين equals to the number of gained electrons. كمان عندي اهو النيتروجين الكترون كونفيجريشن 2 5 الكترونز نون ميتال على طول، يبقى يحصل جيننج الالكترونز. هيحصل عندي جيننج لكام الكترون؟ طبعا ل 3 الكترونز علشان دول هيبقوا 8 اهو، هيبقى عندي 2 8. طيب اتكون عندي هنا اناين او نيجاتيف اين، هيبقى عليه كام نيجاتيف تشارج؟ عليه 3 نيجاتيف تشارجز. ليه عليه 3 نيجاتيف تشارجز؟ عشان حصل عندي جيننج ل 3 الكترونز، على طول الان هيكون موجود عليها كده ايه؟ نيجاتيف 3. يبقى عندي number of negative charges اللي موجودة بتكون موجودة على الاناين او على النيجاتيف اينز equals to the number of gained electrons during the chemical reaction. اهو بيقول لي هنا when a non-metal atom gains electrons بيحصل ايه؟ it converts into negative ion او الاناين دوت carrying a number of negative charges زي ما قلنا negative charges موجودة على الاناين equal to the number of gained electrons. طيب لما نيجي بقى هنا نقول ال definition of the negative ion أو الاناين، قلنا إن النيجاتيف ion أو الاناين بيتكون نتيجة إيه؟ نتيجة إن أنا عندي non-metal gained electrons، يبقى هقول له it's a non-metal atom that has gained one or more electrons. تعالوا بقى هناخد comparison بسيطة قوي بين الاتوم والاين، كلام تقريبا كله احنا قايلينه قبل كده. اول حاجة بالنسبة للاتوم، قلنا قبل كده في lesson 1 قلنا ان الاتوم بتكون neutral electrically neutral. قلنا ليه؟ لان number of protons equals to
number of electrons. number of positive protons equals to number of negative electrons. اهو في كل الاكزامبلز اللي انا قايلها لكم قلت لكم ان الاتوم بيكون number of protons equals to number of electrons. اهو number of protons equals to number of electrons، علشان كده بتكون electrically neutral. لكن عندي الاين بيكون يا اما positively أو negatively charged، بيكون positive ion أو negative ion. يعني number of electrons doesn't equal to the number of protons، مش بيساووا بعض. number of electrons doesn't equal the number of protons. يا إما أكتر، لو number of electrons أكتر هيتكون عندي negative ion، لو أقل يبقى هيتكون عندي positive ion. طيب كمان عندي بالنسبة للأتوم its outermost energy level not saturated with electrons. outermost energy level not saturated with electrons except مين؟ except النوبل جازس، ما عدا النوبل جازس. يبقى كل الاتومز outermost energy level بتاعتها بتكون not saturated by electrons except مين؟ except النوبل جازس. لكن بالنسبة للآينز بيكون outermost energy level saturated أو completely filled with إيه؟ with electrons. طب حصل عندي طبعا يا إما gaining يا إما losing electrons علشان تبقى شبه النوبل جازس ويكون outermost energy level saturated with electrons. تعالوا كده هننهي مع بعض part 1 من الليسن بكومباريزن بسيطة هتجمع كل الكلام اللي احنا قلناه. comparison between الكاتاين and الاناين، البوزيتيف اين والنيجاتيف اين. اول حاجة بالنسبة للديفينيشن، عندي البوزيتيف اين او الكاتاين قلنا بيجي منين؟ بيجي من metal atom. يبقى هنقول ان a metal atom that has lost one or more electrons. لكن عندي بالنسبة للنيجاتيف اين بيتكون من النون ميتال، هقول نون ميتال atom that has gained one or more electrons. طيب بالنسبة بقى للنمبر of positive charges هنقول ان انا عندي بالنسبة للpositive ion النمبر of positive charges equal to ايه؟ equals to the number of lost electrons. يعني اول ما هلاقي كده عندي ان A positive هعرف على طول ان انا عندي الصوديوم lost 1 electron، عندي Mg positive 2 هعرف ان انا عندي المغنيسيوم lost 2 electrons. لكن عندي هنا بالنسبة للنيجاتيف ion it carries a number of negative charges equal to the number of the gained electrons. قلنا مثلا عندي هنا مثلا الأكسجين O نيجاتيف 2 هبص عليها كده هقول النيجاتيف ion اللي قصادي ده gained 2 electrons، يبقى number of negative charges equal to the number of gained electrons. طيب عندي كمان بالنسبة للpositive ion the number of its electrons is less than the number of protons. ما طبيعي ما حصل عندي losing electrons فأكيد عندي هيكون number of electrons less than number of protons. لكن عندي بالنسبة للنيجاتيف ion أو الاناين بيكون number of electrons greater than that of protons. أهو أنا عندي حصل gaining، طالما حصل عندي gaining فطبيعي الالكترونز هتزيد، يبقى number of electrons more than the number of protons. كمان عندي بالنسبة للpositive ion أو الكاتاين the number of its energy levels is less than that of its atom. أهو أنا عندي هنا الميتال atom كان عندي 3 energy levels، لما حصل losing للفالنس إلكترون طبيعي مش هيكون في الانرجي ليفل ده، يبقى هيكون النمبر of energy levels in case of positive ion less than the number of energy levels of its atom. طيب بالنسبة بقى للنيجاتيف اين انا عندي النيجاتيف اين كان عندي 2 energy levels وفضلوا زي ما هما 2 energy levels، يبقى هقول بالنسبة للنمبر of energy levels in case of negative ion أو الاناين هقول إن the number of energy levels is equal to that of its atom. طيب آخر حاجة بالنسبة للpositive ion أو الكاتاين هقول إن its electron configuration is similar to the electron configuration زي ما قلنا of the closest preceding inert gas in the periodic table. وقلنا الكلام دوت مع بعض ليه؟ لأن أنا عندي بيحصل losing للإلكترونز في النمبر of electrons هتقل، فطبيعي إن الإلكترون configuration بتاعه هيكون شبه النوبل جاز اللي قبله preceding it
in the modern periodic table. لكن بالنسبة عندي للنيجاتيف اين أو الاناين هنقول إن الإلكترون configuration بتاعه بيكون similar to the noble gas برضو، بس اللي following it in the periodic table، لأن طبيعي حصل عندي gaining الإلكترونز، يبقى النمبر of electrons بقى أكبر، فأكيد هيكون شبه النوبل جاز اللي بعده بقى اللي following it in the modern periodic table. دلوقتي بقى عايزين نعرف ازاي المولكيولز بتتكون عندي، سواء molecules of elements أو molecules of compounds. لازم يحصل عندي chemical bonding، لازم يحصل عندي روابط كيميائية chemical bonding. الchemical bonding بتكون يا إما ionic bonding أو covalent bonding. تعالوا نفهم الأول مع بعض يعني إيه ionic bonding وإزاي بتتكون. قلنا المرة اللي فاتت لو عندي الصوديوم Na11، أول حاجة بعمله الإلكترون configuration 2 8 1. عندي في الاوتر موست انرجي ليفل في 1 الكترون، يبقى على طول الصوديوم دوت ايه؟ الصوديوم ده ميتال. طالما هو ميتال يبقى على طول هقول ان هو lose electrons during الكيميكال reaction. عندي الصوديوم هنا هيحتاج ان هو يلوز only 1 الكترون، فهقول ان انا عندي الصوديوم lose 1 الكترون، وهيتكون عندي البوزيتيف اين اهو، هيكون عندي 2 8 وهنا 1 positive charge، يعني يتكون عندي Na positive. طيب لو عندي هنا الكلورين 17، برضو هبدأ ان انا اعمل electronic configuration 287. عندي 7 electrons في الاوتر موست انرجي ليفل، على طول يبقى الكلورين دوت ايه؟ دوت non metal. طيب عندي النون ميتالز بيحصل لها ايه؟ بتجين ولا lose electrons during الكيميكال reaction؟ طبعا gain electrons. هنا عندي هيحصل gaining ل only 1 electron علشان الاوتر موست انرجي ليفل يبقى completed by electrons. طيب لما يحصل عندي gaining لل 1 electron اهو، هيبقى الالكترون configuration 288 وعليه 1 negative charge، لان انا عندي هنا زي ما قلنا طالما حصل عندي gaining الالكترونز يبقى على طول هنا number of negative charges equal to the gained electrons. يبقى هحط هنا 1 negative charge وهيتكون عندي negative ion او الاناين. طيب انا عندي هنا positive ion كاتاين، وعندي هنا negative ion اللي هو الاناين، يعني two opposite charge، يبقى اكيد هيحصل بينهم electrostatic attraction، هيحصل بينهم electrostatic attraction وهيتكون عندي NaCl. ال NaCl اللي هو التيبل سولت او الصوديوم كلورايد، نتيجة ايه؟ نتيجة electrostatic attraction between the positive ion او الكاتاين والنيجاتيف ion او الاناين. يبقى عندي الايونيك بوندينج عبارة عن ايه؟ عبارة عن electrostatic attraction between positive ion اللي هو الكاتاين and negative ion اللي هي الاناين forming an ionic compound molecule. هيتكون عندي ionic compound molecule. ناخد كمان example على الايونيك بوندينج. عندي هنا ال Mg12 المغنيسيوم، اول حاجة هعمل electron configuration 282، على طول هبص على الاوتر موست انرجي ليفل هعرف ان المغنيسيوم ميتال. طالما ميتال يبقى على طول هيحصل losing الالكترونز، هنا هيحصل losing ل 2 الكترونز، يبقى الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى 2 8. طبعا هيتكون عندي positive ion. طيب البوزيتيف ion ده هيكون النمبر of positive charges equals to the lost electrons، يبقى هيبقى عليه 2 positive charges اهو، هيكون عنده اهو دوت كده الكاتاين او مغنيسيوم، هكتبه بالمنظر ده. طيب لو عندي بقى اكسجين، الاكسجين O8 الاتوميك نمبر 8، اول حاجه الكترون كونفيجريشن 2 6، على طول لقيت 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، هعرف ان الاكسجين دوت من النون ميتالز. طيب النون ميتالز بتعمل ايه during الكيميكال رياكشن؟ gaining electrons، يبقى هنا هيحصل gaining الكام الكترون؟ طبعا عندي gaining ل 2
electrons علشان الاوتر موست انرجي ليفل ده يبقى completed by electrons، يبقى فيه 8 electrons، فلازم يحصل عندي gaining ل 2 electrons. طيب electron configuration للاكسجين ion هيبقى 2 8. طبعا هنا دوت نيجاتيف اين يبقى عليه نيجاتيف تشارجز، هنا هيكون عليه 2 نيجاتيف تشارجز لان احنا قلنا ان النمبر اوف نيجاتيف تشارجز equals to the gained electrons، وعندي هنا حصل gaining ل 2 electrons، يبقى هيتكون عندي هنا ايه؟ هيتكون عندي الاكسجين اين، الاناين اوف اكسجين هيكون عليه 2 نيجاتيف تشارجز. طيب عندي هنا بوزيتيف اين وعندي هنا نيجاتيف اين، اكيد هيحصل بينهم ايه؟ اكيد هيحصل بينهم برضو الكتروستاتيك اتراكشن، هيحصل بينهم اتراكشن، هينجذبوا لبعض لان انا عندي هنا two opposite charges، فهيتكون عندي هنا MgO مغنيسيوم اوكسايد. طيب سواء المغنيسيوم كلورايد اللي اتكون ده او عندي الصوديوم كلورايد اللي اتكون، الايونيك كومباوند اللي اتكون بيكون نيوترالي تشارجد، بيكون التشارج بتاعته نيوترال. ليه؟ لان انا عندي النمبر اوف بوزيتيف تشارجز equal to النمبر اوف نيجاتيف تشارجز. هنا عندي اهو 1 بوزيتيف تشارج و1 نيجاتيف تشارج، هنا عندي اهو 2 positive charges وعندي 2 negative charges. يعني ممكن يجي هنا سؤال ويقول لي هنا give reason the ionic compound is neutrally charged. ليه الionic compound بيكون neutrally charged؟ هقول له because in ionic compound the number of positive charges equals to the number of negative charges. كمان ممكن يجي سؤال give reason، يقول لي give reason ionic bonding results in molecules of compounds not molecules of elements. طب نفتكر مع بعض كده يعني ايه molecules of compounds؟ زي ايه؟ زي عندي ال NaCl اللي اتكون، زي عندي ال MgO اللي اتكون، يعني composed of different elements. لكن عندي ال molecules of elements بيكون عندي two identical elements like مثلا الاكسجين two or more identical elements. طبعا هنا عندي ما ينفعش يتكون عندي molecules of elements نتيجة ionic bonding. طيب ليه؟ ما انا عندي الايونيك بوند عبارة عن ايه؟ عبارة عن electrostatic attraction between positive ion و negative ion. لازم يكون عندي positive ion ولازم يكون عندي negative ion، والpositive ion هيتكون نتيجة ايه؟ نتيجة metal lost electrons، وعندي هنا النيجاتيف ion هيتكون نتيجة ايه؟ نتيجة non metal gained electrons، وبعد كده هيحصل بينهم electrostatic attraction force. يعني لازم يكون عندي positive ion و negative ion، يعني لازم يكون عندي two different elements، وطالما عندي two different elements يبقى هيكون عندي على طول ايه؟ هيكون عندي molecule of compound مش molecule of element. يبقى هقول له ان انا عندي ionic bonding results in molecules of compounds not molecules of elements. ليه؟ لان ionic bonding occurs between atoms of different elements as a result of the electrostatic attraction between a cation positive ion of metal atom and an anion اللي هو negative ion of a non-metal atom. طيب كمان ممكن يقول لي give reason sodium and magnesium elements can't combine together to form a compound molecule. طب ما احنا عارفين ان سواء الصوديوم او المغنيسيوم الاتنين metals، يعني الاتنين form positive ions، يعني مستحيل يحصل بينهم electrostatic attraction، علشان كده مش بتتكون بينهم او مستحيل تتكون بينهم ionic bond. يبقى هقول له because both are metals whose atoms tend to lose their valence electrons and form positive ions أو الكاتاينز so there is no electrostatic attraction occurs between them. مستحيل يحصل بينهم electrostatic attraction، يعني مستحيل ان يحصل بينهم ionic bonding. طيب تعالوا كده نقول نفس الكلام دوت باللو structure اهو
تعالوا كده نشوف الكلام ده، نشيل كل ده ونكرره باللو ستراكشر. اهو انا عندي هنا الصوديوم هنا اللو ستراكشر بتاعه اهو، ده اللو ستراكشر بتاعه. بشوف الاوتر موست انرجي ليفل، الفالنس الكترونز اللي موجوده فيه، وهبدا احط الالكترونز الموجوده. هيكون عندي 1 الكترون. طب عندي بالنسبه للكلورين اهو اللو ستراكشر بتاعه، عندي 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 الكترونز. طيب عندي هنا هيحصل هنا لوزنج الالكترون ده، ومين اللي هياخده الكلورين اللي بيكون محتاج 1 الكترون هنا. فهقول ان هيتكون عندي هنا اهو البوزيتيف ايون بلس الكلورين Cl. هيكون عندي هنا بقى طبعا بقى عندي 8 الكترونز، يبقى عندي هنا النيجاتيف ايون ويحصل بينهم الكتروستاتيك اتراكشن، وهيتكون عندي NaCl. برضو تعالوا كده نشوف الايونيك بوند بتتكون ازاي عن طريق اللو ستراكشر. عندي المغنيسيوم او اللو ستراكشر اوف مغنيسيوم، بنبص على الفالنس الكترونز، عندي 2 فالنس الكترونز هحطهم بالمنظر ده. طيب بالنسبه للاكسجين، الاكسجين عندي كام فالنس الكترون؟ عندي 6 الكترونز. 1 2 3 4 5 6. فاضل كام؟ محتاج هنا 2 الكترونز، ودوت محتاج يلوز ال 2 الكترونز. دوت هيلوز ال 2 الكترونز، ومين اللي هياخدهم؟ اللي هياخدهم الاكسجين. يبقى هنا عندي المغنيسيوم لما هيلوز ال 2 الكترونز دول هيكون عندي البوزيتيف اين اوف مغنيسيوم عليه 2 بوزيتيف تشارجز اللي هو equals to the number of lost electrons. وعندي الاكسجين هيجين ال 2 الكترونز علشان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه يكون completed by electrons، يعني هيكون عليه 2 نيجاتيف تشارجز، هيحصل بينهم الكتروستاتيك، بين البوزيتيف وبين النيجاتيف الكتروستاتيك اتراكشن فورس. وطبعا هيتكون عندي المغنيسيوم اوكسايد. المغنيسيوم اوكسايد عبارة عن ايه؟ عبارة عن ionic compound molecule. ليه ionic compound molecule؟ لان هو اتكون نتيجة ionic bonding. حصل عندي ionic bond بين المغنيسيوم وبين الاوكسايد، يعني electrostatic attraction force بين المغنيسيوم وبين الاوكسايد، فتكون عندي الايونيك كومباوند مولكيول. وهنا اهو في حالة الصوديوم كلورايد حصل برضو الكتروستاتيك اتراكشن فورس بين الصوديوم اين وبين الكلورين اين، البوزيتيف اين اوف صوديوم والنيجاتيف اين اوف كلورين، حصل بينهم الكتروستاتيك اتراكشن فورس، يعني حصل بينهم ايونيك بوندنج. وبرضو اتكون عندي ايه؟ اتكون عندي ايونيك كومباوند مولكيول اللي هو الصوديوم كلورايد. كمان بيقولك خد بالك الايونيك بوندنج can't occur between two atoms of metal elements. طبيعي ما ينفعش تحصل between two atoms of metal elements. ما انا عندي الميتال elements بتكون positive ions، يعني لو عندي مثلا two positive ions اهو، عندي two positive ions مش هيحصل بينهم اي electrostatic attraction، فطبيعي مش هيتكون بينهم الايونيك bonding. يعني لو قال لي give reason ionic bonding can't occur between two atoms of metal elements، هقول له ليه؟ هقول له because each of them form positive ion so no electrostatic attraction will occur between them. طيب بالنسبة لل2 atoms of non-metal elements ينفع يحصل بينهم ionic bonding؟ برضو مستحيل. أنا عندي هنا بالنسبة للنون ميتالز بتكون ايه؟ بتكون عندي نيجاتيف اينز، زي ما قلنا مثلا عندي الكلورين كون الكلورايد عليه 1 نيجاتيف تشارج، زي عندي مثلا الاكسجين كون عندي الاوكسايد عليه 2 نيجاتيف تشارجز. هل ينفع يحصل بين ال2 نيجاتيف تشارجز دي الكتروستاتيك اتراكشن فورس؟ مستحيل. علشان كده مش بتتكون ionic bonds between two atoms of non-metal elements. هقول له ليه؟ هقول له as each of them would form negative ion. طيب من أسئلة الكتاب المعاصر بيقول لي هنا which two elements of the following can be bonded to each other with an ionic bond؟ يبقى أنا علشان اتنين من دول يحصل بينهم ionic bond لازم يكون عندي metal ولازم يكون عندي non metal. طيب احنا قلنا مع بعض ان انا عندي الميتال بيكون الاوتر موست انرجي ليفل فيه 1 الكترون او 2 الكترونز او 3 الكترونز،
والنون ميتالز بيكون فيهم يا اما 5 الكترونز او 6 الكترونز او 7 الكترونز في الفالنس شيل او في الاوتر موست انرجي ليفل. طيب تعالوا نشوف كده نمبر 1. عندي هنا كام الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى ده على طول ايه؟ ده على طول نون ميتال. طب دوت 1 2 3 4 5 6 7 برضو ده نون ميتال. نون ميتال ونون ميتال يبقى مش هيحصل بينهم اي الكتروستاتيك اتراكشن فورس، لان الاثنين طبعا هيكونوا ايه؟ الاثنين هيكونوا نيجاتيف اينز. طيب هنا بالنسبه لده عندي هنا 1 2 3، يبقى ده على طول ايه؟ دوت على طول ميتال. طب دوت 1 2 3 4 5 6 7 8. الله، ده نوبل جاز. انا عندي هنا الاوتر موست انرجي ليفل كومبليتد باي الكترونز، يعني من النوبل جازز. طبعا النوبل جازز بتكون ستيبل، مش بتدخل في الكيميكال رياكشن، فاكيد مش هتتكون عندي اي هنا بوند اصلا. طب هنا عندي نمبر 3، عندي هنا 2 الكترونز، يبقى هنا عندي دوت ميتال. طيب دوت 1 2 3 4 5 6، تمام، دوت نون ميتال. يبقى ممكن يحصل بينهم طبعا ممكن يحصل بينهم الكتروستاتيك اتراكشن فورس. هنا دوت هيكون عندي بوزيتيف اين، ودوت هيكون عندي نيجاتيف اين، وهيبدا يحصل بينهم الكتروستاتيك اتراكشن فورس، فهيحصل بينهم كيميكال بوندنج. طب تعالوا نبص بصه كمان على ده. هو كده كده دوت صح، الاجابه دي خلاص كده دي مظبوطه. تعالوا نبص هنا، دوت هنا 2 الكترونز، يبقى دوت ميتال، و1 الكترون يبقى دوت برضو ميتال. فطبيعي 2 ميتالز يعني الاثنين بيتكونوا بوزيتيف اينز، فاكيد مش هيحصل بينهم اي الكتروستاتيك اتراكشن فورس، فمش هيحصل بينهم ايونيك بوندنج. كمان عندي سؤال بيقول لي The opposite figure shows the formation of an ionic bonding between metal A from the alkaline earth metals group and non-metal B from group 6A. بيقول لي ان انا عندي هنا دوت ميتال، الميتال ده من جروب 2A، من الالكالاين ايرث ميتال جروب، يعني من جروب 2A، يبقى في هنا 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. طيب بالنسبه للنون ميتال بي بيكون من جروب 6A، يعني في 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. طيب اول حاجه بيقول لي determine the number of charges carried by each of the formed cation and anion. طبعا عندي هنا بالنسبه للميتال هيفورم ايه؟ اكيد هيكون كاتاين، هيكون positive ion نتيجه ان هو هيلوز 2 electrons. يبقى عندي هنا بالنسبه للإليمنت A أو الميتال A form 2 positive charges. ليه 2 positive charges؟ لأن أنا عندي the number of positive charges equals to the number of lost electrons. طب بالنسبة للنون ميتال بي، طبعا عندي النون ميتال بيجين إلكترون، هيحتاج إن هو يجين 2 الكترونز، هياخد 2 الكترونز من الإليمنت A، يعني هيجين 2 الكترونز، يعني هيكون عندي نيجاتيف اين. النيجاتيف اين هيكون عليه 2 نيجاتيف تشارجز. ليه 2 نيجاتيف تشارجز؟ لان انا قلت لكم ان النيجاتيف تشارجز on the ion equal to the number of gained electrons. يبقى اول حاجه هقول له ان انا عندي the atom of metal A forms a cation with a charge of positive 2، وعندي هنا the atom of non-metal B forms an anion with a charge of negative 2. طيب تاني حاجة بيقول لي هنا what is the molecular formula of the ionic compound resulting from their bonding together. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين لما كان عندي ال Na positive وال Cl negative بيحصل بينهم ionic bonding، بيتكون عندي NaCl، هو ده الايونيك كومباوند. فبيقول لي بقى الموليكولار فورمولا لما الاي دوت هيحصل بينه وبين البي هيحصل بينه ايونيك بوند، اكيد عندي الايونيك كومباوند اللي هيكون هيبقى ايه؟ A B. يبقى انا هقول له هنا the molecular formula of the resulting compound is AB. كمان عندي سؤال بيقول لي هنا the following figures represent Lewis structures for 3 different active elements. عندي ايه هنا؟ Lewis structure for 3 active elements. What is the molecular formula of the ionic compound resulting from the combination of 2 of these elements. طيب تعالوا كده نفكر مع بعض بالراحة. أنا عندي دوت ميتال، أنا عندي هنا 2 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى دوت على طول ده ميتال، ودوت الاثنين نون ميتالز. هنا عندي 1 2 3 4 5، هنا عندي 5 وهنا عندي 6 الكترونز، يعني الاثنين دول
non metals. يبقى انا كده كده عندي لازم الدبليو الميتال يحصل بينه وبين واحد من دول يحصل بينهم ايه؟ يحصل بينهم combination، يحصل بينهم bonding علشان يتكون عندي الايونيك بوند. طيب عندي هنا اول واحد هنا اكس وواي، مفيش دبليو، خلاص شكرا، ده انت كده بره الموضوع. طيب عندي هنا بيقول لي هنا الدبليو هنا هيلوز كام الكترون؟ هو انا عندي هنا واحد من الثلاثه دول، انا عندي هنا الدبليو هيلوز 2 الكترونز علشان يتكون عندي الدبليو بوزيتيف 2. وعندي عايزه حاجه كمان لازم تجين 2 الكترونز علشان يحصل بينهم combination. مين اللي هيجين 2 الكترونز؟ هو هيكون عندي الواي هنا في 6 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى هيجين 2 الكترونز علشان يبقى completed by electrons، ويبقى عنده هنا 8 الكترونز ويتكون عليه 2 نيجاتيف تشارجز ويحصل بينهم electrostatic attraction force ويتكون عندي ال WY. يبقى ال WY هو ال ionic compound resulting from the combination of W plus Y. The properties of ionic compounds. طبعا ال ionic compounds زي ال NaCl الصوديوم كلورايد، زي ال MgO المغنيسيوم اوكسايد، كل دول ايه؟ دول ionic compounds. تعالوا نشوف كده مع بعض the properties of ionic compounds. أول حاجة إن most of them dissolve in water. معظمهم dissolve in water يعني بيدوبوا في المية. كمان their aqueous solutions يعني solutions in water and their molten conduct electricity. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما بيكون عندي ionic compound وهبدأ ان انا احطه في water هيكون عندي solution، هيكون عندي aqueous solution يعني solution in water. طيب السوليوشن دوت conduct electricity بيوصل electricity. كمان عندي their moltens. يعني ايه their moltens؟ يعني لو عندي من الايونيك compounds ده في السوليد ستيت وحصل له melting هيتكون المولتن، هيتحول لليكويد ستيت، يعني هيكون عندي المولتن اللي هو الجزء المنصهر اللي اتحول من السوليد للليكويد. فعندي المولتن اللي هيتكون دوت برضو conduct electricity. كمان بيقول لي ان انا عندي الايونيك compounds their melting and boiling points are high. الميلتنج بوينت والبويلينج بوينت للايونيك compounds بيكونوا هاي. بس كده احنا كده خلصنا الايونيك بوندنج. يلا بينا هناخد مع بعض اخر بارت عندنا في lesson 4. قلنا مع بعض ان انا عندي الكيميكال بوندنج، يا اما ايونيك بوندنج او كوفالنت بوندنج، واخدنا مع بعض الايونيك بوندنج وقلنا لازم يكون عندي ميتال ولازم يكون عندي نون ميتال علشان يحصل بينهم ايونيك بوند. طيب بالنسبة بقى للكوفالنت بوند لازم يكون عندي two non-metals، سواء two non-metals of the same element or two non-metals of different elements. تعالوا نشوف كده مع بعض examples ونفهم أكتر يعني إيه covalent bond. تعالوا كده نشوف مع بعض الرياكشن between الهيدروجين والكلورين وإزاي بتحصل بينهم الكوفالنت بوند. عندي الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1 وعندي الكلورين الاتوميك نمبر 17. يبقى لما هاجي اعمل الكترونيك كونفيجوريشن للهيدروجين هيبقى فيه 1 الكترون في الكي ليفل. طيب بالنسبه للكلورين الكلورين عندي هنا في الكي ليفل 2 الكترونز والليفل اللي بعده فيه 8 الكترونز وعندي الاوتر موست انرجي ليفل هيكون فيه 7 الكترونز، هيكون فيه هنا 7 الكترونز. طيب يبقى انا عندي هنا الهيدروجين محتاج كام الكترون؟ محتاج only 1 الكترون علشان الكي ليفل يبقى saturated by electrons. وعندي الكلورين برضو محتاج 1 الكترون علشان الاوتر موست انرجي ليفل يبقى فيه 8 الكترونز يعني يبقى saturated by electrons. بس اللي عندي هنا 2 non metals يعني مش هيحصل بينهم اي الكتروستاتيك اتراكشن. يبقى انا هيحصل عندي ازاي البوند؟ هتحصل عندي كوفالنت بوند. الكوفالنت بوند هتحصل باي شيرنج. ازاي؟ هيجي كده الهيدروجين تقول تعالى كده يا كلورين، تعالى كده نعمل شيرنج بالايه؟ بالالكترون اللي موجود
ده. فهبص الاقي ان انا عندي لما حصل شيرنج كل واحد فيهم شير ب1 الكترون. هنا الهيدروجين شير ب1 الكترون والكلورين شير ب1 الكترون. هنبص كده على الهيدروجين هلاقي ان انا عندي الهيدروجين فيه 2 الكترونز revolve around the nucleus. طيب بالنسبه للكلورين هبص الاقي ان الاوتر موست انرجي ليفل بقى completed by electrons. يبقى حصل عندي هنا ايه؟ حصل عندي sharing، كل واحد فيهم share ب1 الكترون. هي دي الكوفالنت بوند. طب لما هاجي كده امثل الكلام ده باللويس ستراكشر، عندي هنا الهيدروجين قلنا اتوميك نمبر 1، وهنا عندي الكلورين 17. عندي هنا لما نيجي نعمل الكترون كونفيجريشن طبعا الاول للهيدروجين هيكون عندي 1 الكترون في الكي ليفل. طيب بالنسبه للكلورين 2 8 7. تعال نشوف كده اللويس ستراكشر، ده اللويس ستراكشر اوف هيدروجين. طيب بالنسبه للكلورين اهو 1 2 3 4 5 7. عندي 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، يبقى دوت شكل اللويس ستراكشر. طيب الكوفالنت بوند همثلها ازاي؟ بالمنظر ده. ايه اللي حصل؟ شايفين الداش ديت؟ الداش ديت اكنهم 2 الكترونز، الكترون هنا والكترون هنا، الكترون شيرد من هنا والكترون شيرد من هنا. شايفين كده اكني بوصل هنا الداش دي بين الاثنين. الشرطه دي الداش ديت معناها 2 الكترونز، واحد من الهيدروجين وواحد من الكلورين. لما هاجي ابص كده على الهيدروجين الاقي في حيازته 2 الكترونز. طيب لما اجي ابص هنا على الكلورين هبص الاقي ان هو في حيازته 8 الكترونز. هنا دول اكنهم 2 الكترونز، وهنا 1 2 3 4 5 6. يبقى كده حصل عندي ان الاثنين بقوا saturated by electrons. هنا عندي البوند دي بسميها single covalent bond. ليه single؟ لان كل اتوم من التو atoms shared by only 1 electron. طيب لو انا عندي two atoms of the same element ممكن يحصل بينهم covalent bond؟ طبعا ممكن يحصل. انا عندي هنا two atoms of non-metal element هيدروجين وهيدروجين. طبعا عندي ده اللي هو structure بتاع كل واحد فيهم. كل واحد فيهم محتاج كام الكترون؟ محتاج 1 الكترون. يبقى هيحصل sharing ب1 الكترون من كل واحده فيهم. اهو ده منظر الكوفالنت بوند. هنا عندي كل هيدروجين منهم عملت شيرنج ب1 الكترون. طبعا قلت لكم الداش دي معناها 1 الكترون من هنا و1 الكترون من هنا. يعني لما هاجي هبص كده هبص الاقي ان الهيدروجين دي في حيازتها 2 الكترونز، والهيدروجينه دي برضو في حيازتها ال2 الكترونز. تمام. يبقى اتكون عندي هنا ايه؟ ال H2 اللي هو الهيدروجين مولكيول. كمان عندي اكزامبل كمان الاكسجين O8 الكترون كونفيجريشن 2 6. يعني لما باجي اعمل اللويس ستراكشر للاكسجين طبعا عندي 6 الكترونز، يبقى 1 2 3 4 5 6. طيب كمان واحده اكسجينه كمان اهو عندي 1 2 3 4 5 6. عندي هنا عندي 2 single electrons. يبقى هي محتاجه هنا 2 electrons علشان الاوتر موست انرجي ليفل يبقى completed by electrons، وهنا برضو محتاجه 2 electrons. يبقى المره دي هيحصل sharing by 2 electrons. اهو بصوا المنظر هيبقى عامل ازاي. اهو المنظر هيبقى عامل كده، هيبقى بالمنظر ده. طب ايه اللي حصل؟ كل واحده من التو اكسجين اتومز عملت شيرنج ب2 الكترونز، عملت شيرنج ب2 الكترونز. اهي دي عملت شيرنج ب2 الكترونز ودي عملت شيرنج ب2 الكترونز. لما نيجي نبص كده على الاكسجينه دي هبص الاقي معاها قد ايه؟ 1 2 3 4. وقلنا ان كل شرطه من دي كل داش من دي ب2 الكترونز، يبقى عندي هنا 4 الكترونز و4 هيبقوا 8 الكترونز. طيب عندي بالنسبه للاكسجينه الثانيه نفس الكلام، هاجي ابص كده عليها هلاقي ان هي عندها اهي ال4 الكترونز دول، وعندي كل واحده من دي ب2 الكترونز، يبقى برضو في حيازتها 8 الكترونز. حصل عندي هنا كوفالنت بوند، بس دي المره دي بسميها دبل كوفالنت بوند. لما بيحصل عندي شيرنج ب only 1 electron from each atom بسميها single
covalent bond. لكن لما بيحصل عندي sharing ب 2 electrons from each atom بسميها double covalent bond. طب كمان عندي النيتروجين، N7 أو electron configuration 2 5. نبدأ نعمل برضو عندي اللو structure، عندي هنا 5 electrons في الأوتر موست energy level، يبقى دوت منظر اللو structure. وكمان عندي نيتروجينا كمان أهو، ده اللو structure بتاعها. كل واحدة محتاجة قد إيه؟ كل واحدة محتاجة 3 electrons، كل واحدة محتاجة 3 electrons. يبقى المرة دي هيحصل sharing ب 3 electrons from each atom. أهو أنا عندي هنا هيكون المنظر ده. إيه المنظر ده؟ ما أنا عارفة إن أنا عندي هنا كل داش من ديت ب 2 electrons، واحد من هنا وواحد من هنا. يعني عندي هنا النيتروجينة دي بقى معاها قد إيه؟ أهو دول كده 2 4 6 7 8. بقى عندي هنا النيتروجينة ديت في حيازتها 8 electrons. ونفس الكلام للتانية، التانية اهي عندي 1 2، وبعد كده كل واحدة من دول ب 2، يبقى في حيازتها برضو قد ايه؟ 8 electrons. المرة دي بقى البوند دي covalent bond طبعا، بس هسميها triple covalent bond. يبقى triple covalent bond كل atom من ال 2 atoms shared by 3 electrons. كمان عندنا example كمان، عندي الووتر موليكيول ال H2O، في عندي covalent bond between الأكسجين والتو هيدروجين atoms. طب ازاي؟ تعالوا برضو نشوف. أنا عندي هنا الهيدروجين ده اللي هو structure بتاعه، وعندي الأكسجين، قلنا أنا عندي الأكسجين فيه 6 electrons في الأوتر موست energy level، وعندي أهو الهيدروجين التانية فيه 1 electron. طب أنا عندي هنا الهيدروجين دي محتاجة 1 إلكترون، وعندي الهيدروجين دي محتاجة برضو 1 إلكترون، وعندي الأكسجين محتاجة 2 إلكترونز علشان يبقى هنا في 8 إلكترونز وتبقى saturated by electrons. هيحصل بينهم إيه؟ برضو هيحصل بينهم sharing. بصوا كده أهو هيحصل بينهم sharing. أهو المنظر اللي هيطلع عندي هيكون بالمنظر ده. حصل عندي هنا sharing between الأكسجين وكل هيدروجين أتوم ب1 إلكترون. هنا اتكون عندي single covalent bond، وهنا اتكون عندي single covalent bond. فهنا بقى عندي الهيدروجين دي أهو في حيازتها 2 إلكترونز، واحد من الهيدروجين وواحد من الأكسجين، وعندي الهيدروجين دي برضو في حيازتها 2 إلكترونز، واحد من الهيدروجين وواحد من الأكسجين. طيب بالنسبة للأكسجين أهي، الأكسجين أهي بقى معاها 8 إلكترونز، 2 4، وكل داش من ديت ب 2، يبقى هنا عندي كلهم بقوا saturated وحصل بينهم covalent bond وتكون عندي الووتر molecule. نرجع تاني للديفينيشن of the covalent bond. قلنا ان الcovalent bond occurs between two atoms of the same non-metal element. اهو زي عندي الهيدروجين مع الهيدروجين اتكون عندي الهيدروجين مولكيول، والاكسجين مع الاكسجين برضو عندي الاكسجين مولكيول، والنيتروجين مع النيتروجين اتكون النيتروجين مولكيول. يبقى هنا عندي two atoms of the same non-metal element or between two atoms of different non-metal elements. اهو انا عندي هنا two atoms of different non-metal elements. الهيدروجين مع الكلورين اتكون عندي الهيدروجين كلورايد. وبرضو عندي هنا في الووتر مولكيول عندي 1 oxygen atom مع 2 hydrogen atoms اتكون عندي برضو الووتر molecules by sharing electrons. يبقى أنا عندي هنا لما ألاقي كلمة by sharing electrons على طول مين؟ الكوفالنت بوند. طب لما ألاقي عندي by electrostatic attraction هتكون مين؟ هتكون الايونيك بوند. كمان بيقولك خد بالك ما تنساش ان انا عندي الكوفالنت bonding occurs when each atom shares a number of electrons equal to the number of electrons needed to complete its outermost energy level without losing or gaining electrons. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا هنا انا عندي الهيدروجين دي كانت محتاجه كام الكترون؟ كانت محتاجه 1 الكترون، فعشان كده shared by 1 الكترون. طب عندي هنا
الكلورين كان محتاج كام الكترون؟ برضو كان محتاج 1 الكترون، علشان كده شير ب 1 الكترون. هنا مثلا عندي الاكسجين محتاج كام الكترون؟ محتاج 2 الكترونز، يبقى شيرد باي 2 الكترونز. هنا عندي النيتروجين كان محتاج 3 الكترونز، فعشان كده شيرد باي 3 الكترونز. هنا بيقول لك اهو، بيقول لك هنا ان each atom shares a number of electrons equal to the number of electrons needed to complete its outermost energy level. انا محتاجه 2 electrons عشان الاوترموست energy level بتاعي يبقى completed by electrons، يبقى هشير by 2 electrons. محتاجه 3 electrons علشان الاوترموست energy level يبقى completed و saturated by electrons، يبقى هشير ب 3 electrons. يبقى هنا عندي number of shared electrons equal to the number of electrons needed to complete the outermost energy level. كمان قلنا ان احنا عندنا 3 types of covalent bonds. قلت ان انا عندي single covalent bond. امتى السنجل covalent bond بتتكون؟ لما يكون كل atom shared by 1 electron. هنا الهيدروجين دي shared by 1 electron، وهنا 1 electron، يبقى عندي single covalent bond، وبتكون كده بمثلها ب 1 داش. طب بالنسبة للدبل كوفالنت بوند، عندي each atom shared by 2 electrons، على طول بسميها دبل كوفالنت بوند، وبيكون عندي 2 داشز بالمنظر ده. طب بالنسبة للتريبل كوفالنت بوند، عندي برضو each atom shared by 3 electrons، وهيكون عندي 3 داشز بالمنظر ده. وطبعا هنا عندي زي هنا الهيدروجين كلورايد كانت سنجل كوفالنت بوند، وعندي في الهيدروجين مولكيول وكمان في الووتر مولكيول كل دول سنجل كوفالنت بوند. لكن عندي مثلا الاكسجين مولكيول بيكون عندي دبل كوفالنت بوند، كل اكسجين شيرد باي 2 الكترونز. عندي النيتروجين ده اكزامبل على تريبل كوفالنت بوند، each atom shared by 3 electrons. طيب ممكن يجي لي سؤال ويقول لي give reason. Covalent bonding may result in the formation of molecules of elements. زي مثلا عندي الهيدروجين molecule، الأكسجين molecule، النيتروجين molecule، كل دول molecules of elements. يعني عندي 2 or more atoms of the same element بتكون المولكيول of element. ليه؟ طبعا الكلام دوت احنا قلنا ما ينفعش في الايونيك بوند. ما ينفعش ليه؟ لان انا لازم يكون عندي ميتال ونون ميتال ويحصل بينهم الكتروستاتيك اتراكشن، يعني لازم يكون عندي two different elements. لكن هنا ممكن يتكون عندي molecules of elements زي الهيدروجين وزي الاكسجين وزي النيتروجين. هقول له because covalent bonding can occur between atoms of the same non-metal element. كمان سؤال give reason. Covalent bonding may result in the formation of molecules of compounds. زي ايه؟ زي عندي الهيدروجين كلورايد وعندي الووتر molecule. هقول له طبعا because it can occur between two atoms of different non-metal elements. اهو عندي هنا الهيدروجين وعندي الكلورين، عندي هنا الهيدروجين وعندي هنا الاكسجين، يبقى عندي الكوفالنت بوند ممكن يتكون بيها molecules of elements، لان هي ممكن ان هي تحصل between two atoms of the same non-metal element، وكمان ممكن يتكون بيها molecules of compounds، لان هي ممكن برضو الكوفالنت بوند تتكون between atoms of different non-metal elements. جايب لي هنا سؤال في كتاب المعاصر برضو على الكوفالنت بوند. بيقول لي هنا the opposite figure shows covalent bonding in a compound molecule formed of two elements X and Y. What are the two elements X and Y that form the molecule? طيب هو جايب لي هنا ان الاكس shared by 3 electrons by 3 electrons. على طول كده هيكون عندي اهو الاكس دوت كده اللويس structure بتاعها شبه مين؟ شبه طبعا النيتروجين. يبقى على طول هقول ان الاكس ديت هي النيتروجين اهو دوت كده منظر اللو structure of the nitrogen. يبقى الاجابه عندي يا اما السي او الدي. انا عندي هنا في السي والدي قايل لي ان الاكس هي النيتروجين. طيب بالنسبه للواي بيقول لي هنا الواي اهو ده منظر كده، ده منظر اللو structure للواي اهو كل واي منهم
shared by one electron. طيب الواي ده يا اما هيكون الكلورين او الاكسجين. تعالوا نشوف كده الكلورين اهو Cl17، يبقى هنا عندي ده منظر اللو structure of the chlorine. طب الاكسجين اهو انا عندي هنا 6 electrons في الاوتر موست energy level، يبقى ده منظر اللو structure of oxygen. يبقى على طول هنا الاجابه عندي ان الاكس هي النيتروجين، وعندي الواي هي الكلورين اهو نفس، شايفين هنا شايفين الواي نفس اللو structure of the chlorine. طيب هو احنا لما كنا بنتكلم عن ال properties of ionic compounds قلنا ان most of them dissolve in water، وقلنا ان both their aqueous solutions and their moltens can conduct electricity، وقلنا ان they have high melting and boiling points. طيب بالنسبة بقى لل properties of covalent compounds، أول حاجة إن most of them don't dissolve in water. هنا كان عندي ال ionic compounds most of them dissolve in water، لكن عندي ال covalent compounds most of them don't dissolve in water. تاني حاجة they mostly don't conduct electricity، مش بيوصلوا electricity. كمان they have low melting and boiling points. هنا عندي أهو comparison between ال properties of ionic compounds وكمان ال properties of covalent compounds، وديت مهمة وبيجي منها في الامتحانات. كمان ال comparison between ال ionic bonding وال covalent bonding من ال comparisons المهمة جدا جدا جدا. أول حاجة هنقول ال definition of the ionic bonding، قلنا occurs between positive ion of metal atom and negative ion of non-metal atom. طيب بالنسبة للcovalent bonding كانت occurs between two atoms of the same non-metal element، لازم يكونوا الاثنين non-metals، سواء the same non-metal elements or between two atoms of different non-metal elements. طب بالنسبة للionic bonding involves loss or gain of electrons، لازم يحصل عندي loss or gain of electrons علشان يتكون عندي البوزيتيف والنيجاتيف ion ويحصل بينهم electrostatic attraction. لكن عندي هنا بالنسبة للcovalent bonding involves sharing electrons without loss or gain، بيكون هنا عندي بس sharing للإلكترونز، لا في عندي loss ولا gain للإلكترونز في الcovalent bonding. كمان قلنا ان انا عندي في الايونيك bonding can't occur between two atoms of the same element، ما ينفعش عندي two atoms of the same element، لان انا عندي لو نفس الاليمنت يبقى مش هيتكون عندي positive ion و negative ion، يعني مش هيحصل عندي electrostatic attraction. لكن هنا can occur between two atoms of the same non-metal element، زي 2 هيدروجين يدينا كده الهيدروجين molecule، 2 اكسجين هيدينا الاكسجين molecule، زي برضو النيتروجين molecule. كمان عندي بالنسبة للionic bonding results from the electrostatic attraction between البوزيتيف ion اللي هو الكاتاين والنيجاتيف ion اللي هو الاناين. لكن عندي في الكوفالنت بوندنج بيحصل عندي sharing للإلكترونز، sharing للunpaired valence electrons. طيب بالنسبة للionic bond برضو produces only molecules of compounds، بيطلع عندي هنا molecules of compounds، زي عندي مثلا ال NaCl، ما ينفعش هنا الاقي عندي molecules of elements، مستحيل، لان انا لازم يكون عندي هنا positive ion و negative ion بيحصل بينهم electrostatic attraction وهيتكون عندي molecules of compounds. لكن عندي في الكوفالنت بوند ممكن يتكون عندي element molecules زي الهيدروجين وزي الاكسجين وزي النيتروجين، وكمان ممكن يتكون عندي compound molecule زي الهيدروجين كلورايد وزي الووتر. طيب جالي كمان في امتحان السنة اللي فاتت comparison between الصوديوم كلورايد والهيدروجين كلورايد. طبعا عندي الصوديوم كلورايد اللي هو ال NaCl التيبل سولت، وعندي الهيدروجين كلورايد اللي هو ال HCl. أول حاجة التايب اوف كومباوند، طبعا عندي الصوديوم كلورايد قلنا ان هو ionic compound، يعني formed due to electrostatic attraction between الصوديوم كاتاين اللي هو البوزيتيف ion of sodium الصوديوم كاتاين and the chloride anion النيجاتيف ion of the chlorine اللي هو الكلورايد anion. لكن عندي هنا بالنسبة للهيدروجين كلورايد
قلنا طبعا ان انا عندي الهيدروجين كلورايد التايب اوف ذا كومباوند is a covalent compound. ليه covalent compound؟ لان هو formed due to sharing an unpaired valence electron from chlorine atom with unpaired valence electron from the hydrogen atom. حصل هنا عندي sharing ل 1 electron من الهيدروجين وكمان عندي 1 unpaired electron من الكلورين. طيب بالنسبة للفيزيكال ستيت عندي الصوديوم كلورايد طبعا ده سوليد دوت التيبل سولت الملح الطعام بتاعنا بيكون سوليد، لكن عندي الهيدروجين كلورايد بيكون جاز. طيب بالنسبة للميلتنج اند بويلينج بوينتس طبعا احنا قلنا ان الميلتنج والبويلينج بوينتس في الايونيك كومباوندز بتكون هاي، يبقى الصوديوم كلورايد هتكون هاي، وبالنسبة للكوفالنت كومباوندز بتكون لو، يبقى عندي الهيدروجين كلورايد بتكون لو. اخر حاجه the reactivity with caustic soda او الصوديوم هيدروكسيد solution اللي هي الصودا الكاويه، هنلاقي ان انا عندي الصوديوم كلورايد doesn't react مش بيحصل بينهم اي reaction، لكن الهيدروجين كلورايد reacts with the sodium hydroxide solution او the caustic soda. وبالنسبه للموليكولار فورمولا of the sodium chloride NaCl، وبالنسبه طبعا للهيدروجين كلورايد زي ما قلنا HCl. طيب بالنسبة لللويس دوت ستراكشر ببدأ ان انا اوضح الصوديوم كاتاين والكلورايد اناين بالمنظر ده باللويس ستراكشر، وهنا ده اللويس ستراكشر اوف ذا هيدروجين كلورايد. اخر حاجة خالص هنتكلم عنها النهاردة هي the unique properties of carbon atoms. طبعا احنا عارفين ان الكربون الاتوميك نمبر بتاعه 6، يعني لما اجي اعمل الكترون كونفيجريشن هيبقى 2 4. يبقى هنا بالنسبة للويس ستراكشر زي ما انتم شايفين عندي 4 single أو unpaired electrons، عندي هنا 4 single أو unpaired electrons. طيب ليه الكربون atoms have very unique properties؟ لأن هي عندها ability to bond with each other in organic compounds in one of these three forms، يا إما بتكون straight أو continuous chain زي المنظر اللي قصادي ده، أهي عندي straight أو continuous chain، وكمان ممكن تكون branched chains زي اهو شايفين هنا اهي وفي برانش اهو، يبقى هنا branched chain، وكمان ممكن تكون عندي cyclic structure او cyclic structure. الصورة هنا واضحة اكتر في كتاب المعاصر اهي، ديت منظر كده الستريت تشين اهي ماشية ستريت اهي. طب دي منظر البرانشد تشين اهو شايفين اهي، هنا ستريت وفي برانش طالع منها يبقى برانشد تشين، وهنا طبعا ديت منظر السايكليك structure. بيقول لي هنا ان all the following structures represent straight carbon chains، كل دول straight carbon chains. ازاي؟ شايفين هنا اهي، هنا دي straight اهي، ديت اهي ماشيه straight غير البرانش، شايفين البرانشد straight وطالع منها برانش، لكن ديت اهي ماشيه straight. ده دي كمان اهو straight carbon chain اهي، دي straight carbon chain، لكن دي اهي لما اجي كده مش هينفع اطلع وانزل تاني اهو، ديت مش ستريت ديت برانشد. خدوا بالكم الفرق بين الستريت والبرانشد تشينز. اخر حاجه عندنا في ليسن 4 هو the methane molecule CH4. طبعا عندي ال CH4 الميثان molecule is organic compound. ليه عرفت منين ان هو organic compound؟ طالما في كربون وهيدروجين على طول يبقى organic compound. فبيقول لي هنا ان the methane molecule is the simplest organic compound molecule. هنا عندي the simplest organic compound molecule الميثان، ابسط مركب عضوي هو الميثان اللي هو CH4. طيب شايفين هنا منظر هنا البونز، هنا عندي 4 covalent bonds 4 single covalent bonds، عندي هنا الكربون في هنا 4 single electrons في اللويس ستراكشر، وعندي هنا كل هيدروجين هتشير ب1 الكترون، فهيتكون عندي هنا 4 single covalent bonds. فبيقول لي هنا the methane molecules in which one carbon atom is bonded to 4 hydrogen atoms through 4 single covalent bonds. الحمد لله كده نكون خلصنا ليسون 4. يا رب تكونوا استفدتوا. اوعى تنسى تعمل لايك لو استفدت، واعمل سبسكرايب حالا عشان اول ما انزل الفيديو الجاي يوصلك على طول. واشوفك المره الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.